اتهيألي ساعتها انها كانت بتغني لي. يا عيني على المشاعر. كنت حاسس انها بتبص لي وبتغني لي، فركب في دماغي انها ليا وانا ليها. كنت عاوز تتجوزها؟ هو ده اللي ركب في دماغي، وقعدت اخطط الحكايه دي طول الوقت. وخصوصا ان احنا بقينا قرايب، فبقيت اشوفها وبقت تشوفني، وبقينا نزورهم بقوا يزورونا. عملت ايه في المغامرة دي؟ اخترت يوم امي كانت مبسوطه فيه مني ومزاجها رايق. بسم الله ما شاء الله. عيني عليك بردي. شاطر يا حبيبي. انت السنه دي واخدها جد وبتذاكر حلو. انا قلت لك ياما هنجح يعني هنجح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. طب يلا يا حبيبي، كلك لقمه بقى عشان مخك يتفتح كده وتعرف تذاكر. مبسوطه مني ياما؟ قوي يا حبيبي، ربنا ما يحرمنيش من طلتك عليا. الحمد لله. طب بقول لك ايه، قول يا حبيبي. انا اصلي كنت عاوز اخد رايك كده في موضوع محيرني. سلامتك من الحيره يا احمد. ايه رايك يعني لما انجح ان شاء الله. باذن الله، كل حاجه باذن الله. يعني بقول يعني لما انجح واخد الابتدائيه اخطب. ايه؟ قصدي يعني نتكلم على مريم. نتكلم على مريم؟ وطي صوتك ياما، مش انا هاخد الابتدائيه ممكن اتوصف بايه؟ يعني انت عايز تخطب يا احمد؟ بقول لك يعني اصل مريم حلوه قوي ياما، وانا بحبها. بتحبيه؟ قوي ياما. بصي. انت شايل صورتها معاك يا ولي؟ لا ياما، دي صورة العذراء مريم. ولما هي يا ولا صورة العذراء مريم، مالها ومال مريم ابو نوارج؟ بتفكرني بيه. وانت بقى حاطط الصورة في الكتاب وقعد تبص لها ومفهمني انك بتذاكر؟ لا والله، انا كل فين وفين لما ابص لها. طب دي بقى هتفضل معاي لحد ما تخلص الامتحان تبقى تاخدي. طب ما ردتش عليا. في ايه يا ولا؟ في اننا نخطب مريم يعني. والله يا احمد اني عن نفسي ما عنديش مانع. ايه ده بجد ياما؟ ايوه بس على شرط. انا موافقه على شروطي كلها. مش لما تسمعها الاول؟ عارفها، ان انجح واخد الابتدائيه. لا مش تنجح وبس. ايه تاني؟ ما تجيبش سيره الجنس مخلوق عن الحكايه دي لحد ما تنجح. اشمعنى؟ ده شرطي، لانك لو سقطت مش هتطولها. ولا اقول للمرح اخويا؟ ولا تجيب سيره الجنس مخلوق في الدنيا. موافق. يعني لو سمعت انك حكيت الكلام دي لحد من اصحابك ولا حد من اخواتك، تعرف وتتاكد كده على طول اني سحبت موافقتي. ليك عليا محدش يعرف خالص. وما تقومش من على الكتاب من هنا اليوم الامتحان. هموت نفسي في المذاكره. وفعلا ما خلفتش وعدي، وبقيت اكل الكتب اكل، وما جبتش سيره لحد. كتمت مشاعري جوايا، وتقريبا ما كنتش بنام، وفي كل مكان بذاكر زي ما اكون في حرب ولازم اكسبها. وفضلت كده لغايه ميعاد الامتحان. يوم الامتحان بقى اكتشفت اني عارف الاسئله كلها، وانها سهله جدا،
وبقيت أجاوب. استغربت جدا إزاي سقطت السنة اللي قبلها. ايوه طبعا بقى عندك دافع. طبعا، ودافع قوي جدا. نجحت ياما، نجحت ياما، نجحت ياما. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك يا حبيبي، الف مبروك. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك يا نجاة. لا انت كنت عايز تسقط السنه التانيه كمان. بقول لك يا بنت انت مالكيش دعوه بيا خالص. يلا يا بنت يا نجاة، بنت شربات بالعجل يا بنت. يلا انا رايحه اقول المرق ياما. مرعي، ولا يا مرعي. ايه يالا مالك؟ انا نجحت يلا عقبالك. الف مبروك يا ابو حميد. بقول لك ايه، انتوا موجودين هنا الليله؟ هنروح فين؟ اصل انا هجيب ابويا وامي ونيجي نزوركم. طب ما انا عارف. انت عرفت؟ طب تعالى نشرب لك كوبايه شربات من عندنا. كوبايه شربات ايه يا ابني؟ تعالي ده انا سقيت جردل منين؟ من عندنا جوه. ليه لو انتوا بالين شربات انتوا كمان؟ ده احنا بالين تشتي في حاله. ليه يعني لو انت هتيجي ظهرت؟ لا لسه الاسبوع الجاي. امال انتوا بالين شربات ليه؟ لو انت اخواتك ما قالولكش. هيقولوا لي على ايه؟ مش الليله شبكه مريم اختي؟ شبكة مريم. ايوه دي كان ماري فتحتها من شهرين على ابن عمتها، والليله جايين يقدموا الشبكه. ولا يا احمد انت الف. ولا يا احمد انت الف. ودي كانت نهاية أول قصة حب في حياتي، واللي انتهت نهاية مأساوية. طبعا ما هو كان حب من طرف واحد. طبعا، بنت جميلة والعرسان دايرين عليها وهي عايزة تتجوز، تبص لي ليه؟ طب ونينا عقيلة عملت ايه؟ ولا حاجة، ضحكوا عليا شوية وليلى اتريقت والحكاية عدت، وأنا دخلت الإعدادي. استنى، مش في السنة دي قامت الثورة صح؟ ايه بقى كان تأثيرها على البلد؟ ولا حسينا بحاجة خالص لغاية لما أبويا جاب راديو. ايه ده؟ انتوا ما كانش عندكم راديو؟ البلد كلها ما كانش فيها راديو، ما كانش فيه غير راديو واحد بس عند العمدة، وبيته كان متطرف على البلد. بس يوم ما أبويا جاب الراديو ده كان حكاية. صايب. بقول لك ايه يا حاج احمد، انا مش هقدر اوصلك بكره. ليه كده؟ مش رايح العزبه، عندي مشوار مهم في بورسعيد. ابقى خد الاتوبيس. الاتوبيس ساعات يجي متاخر وساعات ما يجيش خالص. معلش يا حاج احمد، حقك عليا انا، اتصرف انت. سلام. أقرب مدرسة إعدادي كانت على بعد حوالي 6 كيلو في عزبة البرج، ومعظم الأيام كنا بنضطر نروحها مشي من على شط البحر وفي جو زمهرير. اليوم ده رجعت متضايق جدا ومزاجي زي الزفت، لأني عارف إني هصبح الصبح أمشي لغاية المدرسة. مهم، قدام البيت سمعت صوت غريب.
اول واحد باع ارض. اسمع كده، دلوقتي يقول لك هنا القاهرة. هنا القاهرة. شفت يا علي؟ انت قاعد هنا في اخر الدنيا وسامع اللي بيتكلموا في القاهرة. حاكم القاهرة دي هي مصر. فضل شاغلني الراديو ده فترة، ما كنتش قادر افهم الصوت ده بيجي منين، وازاي الناس في مصر بيتكلموا واحنا نسمعهم في بيتنا من غير ما نشوفهم. لدرجة اني فتحته عشان اشوف الصوت اللي طالع منه ده بيطلع منين. المهم، فضلت رحلة المروح للمدرسة دي كل يوم رحلة عذاب حقيقي. كان الشتاء بالنسبة لنا معاناة حقيقية، ورغم ان ابويا كانت احواله ابتدت تتصلح والقرش يتوفر معاه، لكن كل الناس كانت زي بعضها في الاكل والشرب واللبس. ما كانش فيه فروق واضحة بين اهل البلد كلهم، يعني قميص وبنطلون وجزمة طول السنة. الاتوبيس ما جاش برضه، تيجي ناخدها ماشي. ده المشوار بعيد قوي يا ولد. طب انا جات لي فكره، تعالوا ناخدها جاري. ده احنا نموت على ما نروح المدرسه. انا مروح مش جاي معاكم. سابقني يلا. يلا يا محمد. ياما رحنا المشوار ده جري شوية وماشي شوية، وطبعا كنا بنوصل المدرسة مضروبين 60 جزمة، وكنا برضو بنلاقي الباب مقفول. يا عم مسعود، يا عم مسعود، يا عم مسعود، هنتضرب برضه. هنتحايل عليه ونقول له الاتوبيس اتاخر بينا. يا عم مسعود، يا عم مسعود. هو انتوا برضه يا اولاد انتوا كل يوم بتتاخروا كده؟ معلش يا عم مسعود، اصل بلدنا بعيده والاتوبيس ما جاش النهارده. ماليش دعوه، هتدخلوا الناظر وتستلقوا وعدكم. يا عم مسعود ده احنا واخدينها مشي. الكلام ده تقولوا بعيد عن هنا، انا ماليش طلب. يا اما تخشوا للناظر يا اما تروحوا. قلتم ايه؟ لا نخش للناظر، علقه تفوت ولا حد يموت. خلاص يلا خش انت وهو. وانت هتخش ولا تروح؟ والناظر ما عندوش تفاهم، اللي يتأخر يتعاقب. من عقاب الناظر وعصايته الطويلة. يا ساتر، ده عذاب. فعلا المرحلة دي كانت عذاب حقيقي، وده اللي خلاني مرة تانية أفكر بجد إني أسيب المدرسة. تيجي تركب معايا على مفرج. جوز اختك وما بياخدش منك فلوس، لكن هياخد مننا كل واحد قرشين ساغ، والاتوبيس بيرش ساغ واحد. لكن ما بيجيش يا فالح. لا اخر النهار ندمان، ان شاء الله نستنى لما يجي، وما يجراش حاجه لما نتاخر شويه. ما هو عم فرج بياخد ياما عقبال ما يحمل هو وراه. انا مستغرب ازاي بيحط الناس دي كلها في الطوبيل بتاعه. العالم اتصعب وعايز ياخد فلوس زياده وبس. احسب بقى بياخد كام في النقله الواحده. يلا. طنبلة مالها؟ لسه بدري يا عم احمد، لسه بدري. طب بترصهم ازاي كده يا عم فرج؟ انا ما برصهمش، هم بيرصوا نفسيهم، كل واحد عارف مكانه. دول يجوا 20 واحد في الطنبيل، المفروض يبقى في 5 بس. جرى ايه يا عم احمد؟ ما تصلي على النبي. اللهم صل على النبي. بقول لك يا عم فرج، قول يا احمد. هو الطنبيل اللي زي دي يجي له بكام؟ انت عايز تشتري واحد؟ لا انا بسأل بس. يعني حسب حالته وموديله، لو حالته كويسه وموديله قريب يعمل له بتاع 200 250 جنيه. ويجيب كام في الشهر؟ الله، انت ناوي على ايه يا حاج احمد؟ لا انا عاوز اعرف بس. والله حسب الظروف يا حاج احمد، يعني ممكن يعمل له بتاع 20 30 جنيه في الشهر. كفايه كده، يلا يا حاج احمد. ها يا جماعه، احنا عارفين الحكايه، هنمشي مع بعض لغايه قبل كشك المرور، تنزلوا وبعد الكشك تبقوا ترجعوا تركبوا تاني، ماشي؟ وانا هركب ازاي يا عم فرج؟ هتركب جنبي، دي تسامح الحبايب ألف. تعال يلا يلا يا حاج احمد، خش هم يلا، خش يلا هم. أعجوبة، مش عربية عم فرج بس،
كل العربيات على الخطوط الفرعيه كانت بتعمل كده، وسيله غير انسانيه بالمره لنقل البني ادمين. ليه كده يا بابا؟ ليه كده ايه؟ اولا ليه المدرسه تعامل التلاميذ بالشكل ده؟ ثانيا ليه العربيه تشيل اكتر من طاقتها مره واتنين؟ انت عاوزه اجابه جاهزه؟ لا انا نفسي افهم بس. انا زيك بالظبط. من خلال الذكريات اللي بحكي لك عليها دي هحاول افهم ليه احنا بقينا كده، ليه وصلنا اللي احنا وصلنا له دلوقتي. سهل قوي اقول لك تخلف، تواكل، عدم احساس، انعدام قيمه الانسان كانسان ربنا كرمه وخلق الكون كله لخدمته. المهم الحياه فعلا بالنسبه لي في المرحله دي كانت قطعه من العذاب اليومي. يلا يا واد النكلوه، شد حيلك. جرايه يا محضيه بطلت ليه؟ جراية ليه؟ يعني ما نسمعش. عواد باع أرضه. عواد باع أرضه. عواد باع أرضه. عواد باع ارضه، عواد باع ارضه. عواد باع أرضه يا ولاد. عواد باع أرضه يا ولاد. عواد باع ارضه. والله عجيب الراجل ده يا اخوان. ما احنا لو قعدنا ريحه مش هنعمل حاجه ابدا. يلا يا مسعد بينا. ما تستنوا يا جماعه تتعشوا معانا، العشاء جاهز. عشان سلفتك تعلق لنا المشنقه. يلا يلا يلا. وعليكم. مع السلامة. السلام عليكم يا جماعه. مع السلامة. تعالوا اسمعوا الحلقة. ان شاء الله عليك خير. بتذاع كل ليلة في السعادة. الله. خش يا ليلى، المدعو ده بيضيع الوقت. حضروا لنا العشاء يا ولاد. عايزك كلمتين كده يابا. تعالى يا حاج احمد. احنا الحمد لله حالتنا كويسة. الحمد لله. انا بقول يعني نشتري لنا طنبيل. طبيل مرة واحدة. ايوه زي بتاع عمي فرج كده، اجرة يعني. انت عارف بيجيب كام في الشهر؟ كام؟ يجي 30 جنيه. يعني بعد ما اخلص مدرسي بعد كام سنة هاخد لي كام؟ حتى لو اتخرجت من الجامعة زي امي ما بتقول هاخد كام بشهادة الجامعة؟ كام؟ 12 جنيه في الشهر، والعربية بتجيب 30. واسأل عم فرج. تعرف يا حاج احمد انك عاجبني قوي، شكرا يابا. بس ما سالتنيش يعني ايه اللي عاجبني فيك بالظبط. ايه يابا؟ اللي عاجبني فيك ان مفهوميتك قليله شويه. ليه يابا؟ لانك قلت لي على اللي هيجيبوا الطنبيل ونسيت ان الطنبيل نفسه بالشيء الفلاني. لا ماني حسبتيه. حسبت ايه؟ ايوه بص بقى، الطنبيل يجيله بحوالي 200 وشويه، هيجيب لك في الشهر 30 جنيه، يعني هيرجع تمنه في قول 250 على 30 بيساوي 8 شهور. قول سنة هيرجع حقه، ويبقى الباقي كله مكسب. وانت سالت على ثمن الطنبيل؟ ايوه امال، يعني لو معكش الفلوس تمن جاموستين ومحصول الطماطم اللي في الارض يجيبوه ويعدوا كمان. والله فكرتك مش بطاله يا علي. لا وايه، العربيه لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتعيا، دي حديد يابا. يلا يا ابو احمد العشاء جاهز. يلا يلا يا حاج احمد، يلا بينا. عنك انت يابا. طب بالراحه عليه. ما تخافش. اما الواد ده مخه نضيف بشكل عائلي. مين احمد؟ ايوه. ليه عمل ايه؟ حته مشروع، انما ايه حاسبه بالورقه والقلم، ولا اجدعها افوكاتو. ايه امال، مش قلت لك العالم بينور المخ عشان تبقى تدعي لي؟ ايه والله يا عائلي، ومالك عليا حلفان، ولا اجدعها افوكاتو. الا يعني ايه افوكاتو دي يا ابو احمد؟ افوكاتو دي يا ستي يعني افوكاتو دي يعني زي ما تقولي كده، افوكاتو يعني معرفش، بس معناها انه ناصح ونور. ما تفلقنيش بقى. طب والواد كان حسب لك ايه خلاك فرحان بيها قوي كده؟ حته مشروع يا عائلي
انما ايه الواد ده هيطلع بتاع مشروعات وتفانين. انت فاكره مشروع المرجيحي اللي كان عامله من كام سنه؟ ايوه فاكراه، اياك ما يكونش مشروع خايب زيه. لا، المره دي مشروع انما بيريفكس. مشروع ايه ده اللي بيريفكس؟ طنبيل. طب ايه؟ طنبيل طنبيل يا بت، زي اللي بيشتغل عليه فرج جوز بنتك. انت شايفه حسني عايشه كويس ازاي؟ الحمد لله كويسه قوي. وانت كمان بيشتغل اجري عليه، فما بالك لو كان تمليك؟ ده بيستفهم فوق بعضيهم ادوار زي علبه السردين. يعني دي تعمل لها كده بالميت بتاع 30 40 جنيه في الشهر. طب والطنبيل ده هنجيبه بفلوس منين؟ كله محسوب بالورقه والقلم، بقول لك ولا اجدعها افوكاتو. تعالي ما افهمك. بصي، فضل وراها يقنعها لغايه ما اقتنعت، زي ما اقتنع هو قبل كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يابا. انت فاتح على المايه من امتى؟ من بدري، لسه حوض واحد ما شربش، هروح افتح عليه كمان حبه. بقول لك ايه، مبروك. الله يبارك فيك. على ايه؟ المشروع اللي انت قلت لي عليه هنعمله. مشروع ايه؟ الطنبيل الاجره يالي. انا اتفقت مع فرج جوز اختك هيشوف لنا طنبيل كويس وحالته حلوه. والله يعني يبقى بتاعنا ملكنا؟ امال هنأجره يا ابن عقيلي. اقعد ذاكر انت وانا هفتح الحوض التاني. عرفت يا ولا يا مرعي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حاصل؟ مش هسيب المدرسه تاني يا احمد؟ لا بس المره دي بجد يا مرعي. هتشتغل بقى مع ابوك في الغيط؟ لا يلا، اصل احنا هنجيب طنبيل اجره. طنبيل؟ اه والله، وانا اللي هسوق كمان. هتشتغل سواق يعني؟ وماله يلا، بس ابقى سواق عند نفسي. وبعد الطنبيل يبقوا طنبيلين وثلاثه. ده بيقولوا لك يا ولا يا مرعي في طنبيلات بتسافر مصر. اه طب ما انا عارف. يا احمد يا عارف، تعال اركب انت وزميلك. اهلا يا عم ازدان، امال فين يا عم فرج؟ عنده شويه مشاوير في المركز وانا بشتغل بدل منه عقبال ما يرجع. تعالوا ما اوصلكم لاحسن الاتوبيس عطلان. كمل الاتوبيس يا عم زدان. ما تشيلش هم، ربك يبعت. يعني مفيش النهارده زبائن يا عم ازدان؟ ادينا واقفين لغايه لما تيجي زباين. على الله. انا سفارج قال لي يوم الجمعه ان شاء الله هتروحوا تتفرجوا على عربيه بورسعيد. طب عال، انا عاوز اتعلم السواقه بقى، وعم فرج هو اللي علمها لي. وهتتعلم السواقه من دلوقتي ليه يا احمد؟ عشان اسوق الطنبيل. طنبيل ايه؟ بتضحك على ايه يا عم ازدان؟ بقى انت بتحرجم على سواقه العربيه اللي هتشتريها يا عم احمد؟ ايوه، ما هو ده كان اتفاق مع ابويا. مش لما تطلع رخصه الاول؟ ما انا هطلع رخصه. انت عندك كام سنه؟ تميت له 14 سنه اهو. طب لما تتم ال 16 ابقى قول لي. ليه؟ لانك ما تقدرش تطلع رخصه قبل 16 سنه. يلا اركبوا، الظاهر ما حدش جاي. وطبعا طار منك المشروع التاني زي اللي قبله. ايوه، حتى اتكسفت اجيب سيره لابويا وامي، لكن فعلا ابويا اشترى العربيه الاجره، ودي ريحتني شويه من عذاب المواصلات لغايه لما خدت الاعداديه. ليه بعتوها وانت في الثانويه العامه؟ لا، الثانويه اصلي خدتها من دمياط. بتبعد عن بلدنا حوالي 20 كيلو، ومواصلتين، مواصله لعزبه البرج وبعدين مواصله تانية لعندنا، عشان كان لازم اسكن في دمياط. بس دي بقى ليها حكايه تانية. انت تعبت؟ لا، جعت. هي الساعه بقت كام؟ الراجل اللي اسمه صابر ده ما ظهرش يعني. هتلاقيه غرقان بين القنوات الفضائيه. ده بقى خبير فيها. من كام يوم كده لقيته بيقول لي من غير مناسبه: على فكره الناس بتوع بلاد بره دول خلعوا برق الحياه خالص. قلت له قصدك على السواح اللي هنا؟ قال لي سواح ايه؟ اتفرج على القنوات الفضائيه سعادتك وانت تقول ان السواح اللي هنا دول غلابه. مت على نفسي بالضحك. السلام عليكم. ايه ده؟ انت بتيجي على السيره؟ سيره؟ انتوا كنتوا بتجيبوا بسيرتي ولا ايه؟ يا ترى بقى بالخير ولا بالشر؟ لا بالخير. طب الحمد لله، دايما بالخير يا بيه. انا كنت جاي افكر سعادتك بس بميعاد الدواء والغدا. فاكر وتشكر. طب يا فندم، عايز مني حاجه؟ السلام عليكم.
السلام عليكم. ايه انت مسافر ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، بس انا طالب اللقمه بتاعتي في الاوضه. ليه تعبان؟ لا ابدا، تعبان فين يا باشا؟ انا هتفرج بقى على فيلم كده في التلفزيون. ايه فيلم عربي؟ عربي مين يا باشا؟ فيلم تركي. وش عرفك انت باللغه التركيه يا فالح؟ انا مالي يا باشا امال اللغه؟ انا ليا دعوه بالمناظر. لا مناظر ولا دياولو، انت هتتغدى معانا ومش هتتغدى في اوضتك. ليه كده يا باشا؟ ده احنا قاعدين في اوتيل عامل زي المعتقل. ده يمكن القنوات التركي دي هي اللي مخففه عليا ان انا اعيش هنا. اسمع الكلام وروح اطلب لنا الغدا لغايه لما نحصلك. حاضر. انا ايه اللي خلاني اقول له الحاجات دي بتتنظر؟ شفتي الراجل اتهطل على كبر. المناظر قال يلا بينا. تركي. يقول لك تركي. الاكل عجب حضرتك يا فندم؟ لا هايل، اتشكر لي الشيف من فضلك. تحت امرك. حضرتك تؤمر باي حاجه ولا قهوه؟ لا لا قهوه ايه؟ تشكر. تحت امرك. مساء الخير يا دكتور. ازيك يا حاتم؟ ازيك يا حاتم؟ ازيك يا كريم؟ دكتور حضرتك طلبت مني ان اجهز لك تور خاص. مظبوط. انا جهزت لحضرتك تور مدهش. والله عظيم. فين يا حاتم؟ البتراء. واو، هايل ده يا بابا. مش هايل وبس يا ريم، ده مكان بيجي له ناس من جميع انحاء العالم. حضرتك زرته يا دكتور؟ لا ما اعرفوش. انا احب اقول لحضرتك ان المنطقه دي من مناطق الجذب السياحيه الاولى في العالم. في ناس بتجيها من جميع انحاء العالم ومن اوروبا مخصوص ويرجعوا يزوروها تاني. بابا انا سمعت من صحباتي عن المكان ده بيقولوا عليه مدهش. ودي بعيده قد ايه؟ حوالي 200 كيلو يا فندم. 200 كيلو؟ بابا عشان خاطري وافق. خلاص يا سيدي. ونبتدي التور ده امتى؟ دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه يا فندم. النهارده 14 في الشهر العربي، وده انسب ميعاد لزياره البتراء. اشمعنى يعني؟ حضرتك عارف ان الليالي القمريه ليها سحرها الخاص. طب ما ينفعش بكره الصبح؟ حتى ممكن نبتدي بدري. ما احنا لو سافرنا بدري برضك هنضطر نستنى لغايه ما الليل يخش علينا. يعني انت قفلتها عليا دلوقتي. انا مش قصدي اقفلها ولا حاجه يا فندم، هو التور كده انسب ميعاد للزياره دلوقتي. وحضرتك يا انسه عايزه تروحي التور ده دلوقتي؟ جدا، وبعدين النوم لحضرتك خطر بعد الاكل على طول. خلاص امرنا لله، مفيش نوم بعد الظهر. يا صابر. ايوه. خير يا دكتور؟ يلا جهز نفسك عشان هنمشي. ايه ده؟ هنطلع مصر؟ لا هنروح نزور البتراء. بطل. مال انا ومال الرحلات؟ الكلام الفارغ ده وبطرة ايه؟ وعندنا اسماء غريبه بتحصل لي ونروح فيها هناك انا مال انا ومال الرحلات دي؟ انا قاعد فوق عمال اكل فوق حالاتي، فاتح القنوات التركي عمال بتبربر فيها كده على السرير، حاجه غريبه قوي. كل شويه الدكتور عمال يقول لي انزل انزل عايزينك. يوم قعدت قدام الفيلم قلت خلاص انا ماشي في فيلم حلو قوي، طلع رعب. جرى ايه يا عم صابر؟ تتكلم روحك ولا ايه؟ تعالى. ايه حكايتك؟ انت طلعت لنا منين يا ابني؟ انت عمال كده عمال زي فرق علوز ور في القريه، انت ايه مبسوط بالتيشيرت بتاعك ده؟ في ايه؟ ما تسيبنا بحالنا بقى. ايه يا عم صابر؟ ايه؟ انت عايز تفضل مقفل كده على نفسك في الاوضه وما تخرجش تتفرج على الدنيا؟ اخرج اخرج اتفرج على الحياه. عم صابر ده منظر الشمس على الجبال بلونها الذهبي، منظر يخبل، منظر عمرك ما شفته. روح انت اتفرج على الشمس، لو جدع وجديد بص في قرص الشمس. وبعدين انت الشمس ايه؟ ما الشمس بتجي لغايه عنده وننام في الاوضه. الستاره مفرنخه كده، الشمس تروح داخله على قفايا مسخناه زي الفرن البلدي بالظبط. يا عم صابر يا عم صابر، ده انا مهما اوصف لك مش هيجي حاجه جنب اللي هتشوفه. جبال ايه؟ جبال بجميع الالوان، اشي احمر واشي اصفر واشي بامبا واشي اسود. ايه الالوان دي كلها؟ وانا راح اشتري جلابيه؟ جلابيه ايه يا عم صابر؟ دي حضاره. الناس دول نحتوا بيوتهم في قلب الجبال.
شيء مذهل وقتها. المملكة دي كانت في القرن الأول الميلادي، بسط نفوذها من نهر الفرات للبحر الأحمر. ولعبت دور مهم في تاريخ المنطقة مدة تزيد عن 600 سنة. تعرف انها فكره هايله يا حاتم ان احنا نبني هنا اوتيل 5 نجوم لزوار المنطقه من السواح. فكرة هايلة يا دكتور. يا سلام عليك يا دكتور يا الافكار المدهشه. هنا يا دكتور كان مركز لنقل البضائع من أوساط آسيا لمصر وسواحل سوريا. ياه، دي كانت حضاره متطوره قوي. ايه ده؟ لسه الأيام دي كلها؟ اوعى تقول لي هنطلع. أيوه إذا حبيت يا عم صابر. لا ما احبش طبعا، انا سواق بس، لكن اطلع انا ساكن في الرابع، لما الاسانسير عندي بيعطل بنام طول الليل في العربيه. كمل يا حاتم كمل، احنا هنطلع المدرجات دي وانت اولنا. يا باشا ده انا مبسوط وانا طالع، ده حتى رياضه. المملكة دي يا دكتور اتبنت واتنحتت بيوتها جوه الجبل نتيجة لغارات البدو عليهم. حبوا يبنوا بيوتهم جوه الجبال عشان يحموا نفسهم. غارات بدو. انا كان قلبي مقبوض وانا طالع الطلعه دي. كان اسمها ايه الحضاره دي يا حاتم؟ الأنباط، دولة الأنباط العظيمة. طيب وهي دي بقى كانت العاصمه بتاعتها؟ أيوه بترا. الاسم ده ليه دلاله معينه؟ أيوه بترا يعني المدينة الوردية، والاسم ده مشتق نتيجة ألوان الجبال اللي حواليها. عارفة يا ريم، لما جيوش الإسكندر الأكبر زحفت على الشرق مفيش حضارة قومتها غير الحضارة دي. هي اللي وقفت لها مقاومة الجيوش على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. غريبه قوي اننا اول مره نسمع عنها وعمرنا كمان ما قرينا عنها. زي كل حاجة في الشرق يا ريم، الحاكم اللي بيجي بيحاول يمسح تاريخ الحاكم اللي قبله. من الفراعنة والحكاية دي مستمرة. طب أقول لك على حاجة، عارفة لما الرومان حاولوا بردك يهجموا على الحضارة دي، هي اللي اتصدت لهم وغرقوا كليوباترا خليفة الرومان في البحر الأحمر. احنا بقى لازم ندرس تاريخ من اول وجديد. الدراسة حاجة والثقافة حاجة تانية يا ريم. اللي عايز حاجة بيدور عليها، والتاريخ بتاعنا مليان بالحكاوي وخصوصا تاريخ الشرق مليان أعاجيب وقصص وبطولات. يا دكتور. ايه يا صابر مالك مخلك كده ليه؟ لا رجلي مش عارف، حاسس انها مش سليمه ليه؟ امال كل يوم في الجيمنازيوم بتعمل ايه؟ كنت بركب العجله كده. طب روح اركب البسكليت يا اخويا. حاضر يا دكتور. ريم اتجننت يا صابر، اتجننت. لما غمضت نفسي اصوات. يا عم صابر انت ايه بس اللي مزعلك مني؟ اسمع يا ابني، انا مش عايزك تتكلم معايا خالص، انا مش عايز لسانك يخاطب لساني، ابعد عن طريقي يا ابني. يا ابني لو شفتني في اي حته اعتبر نفسك ما تعرفنيش، اقول لك حاجه اعتبرني شفاف. ليه بس كده يا عم صابر؟ ده انا حتى بحبك. انا ما بحبكش بقى ولا طايق التيشيرت بتاعك عشان بيفكرني بالقلقاس. قلقاس؟ ده حتى التيشيرت لونه احمر. ماشي، وانا ما بحبش القلقاس ابو دمعه. على العموم انا كان كل غرضي انكم تتفرجوا على اثارنا وتاريخنا وتتعلموا منها حاجه. الاجانب بيجونا من اخر الدنيا، يقعدوا بالايام والشهور يدرسوا ويتفرجوا ويصوروا، واحنا قاعدين قصاد التلفزيون نتفرج عليهم، يعلمونا تاريخنا ويحلوا لنا مشاكلنا بطريقتنا، واحنا ايه؟ ناخد منهم وبس، ومش فاتحين غير في الفرجه والتشجيع. بقول لك ايه يا ابني، انا مش هم منك حاجه، سيبني في حالي بقى، سيبني في حالي. فرصه الدكتور طلع هو وبنته يناموا بخ، روح انا افش لي حته فيلم اجنبي كده اتفرج عليه لوحدي في الاوضه. ده انت تقطع الارسال يا راجل. الاسعار بتنزل بشكل جنوني يا دكتور.
لازم نلحق نبيع بسرعه. عيبك يا احمد انك بتركب راسك وما بتسمعش غير صوتك انت. بشوف يا واللي بشوفه بعمله وبصمم عليه. السعر وصل $10 ولسه بينزل. كارثه، كارثه بكل المقاييس يا دكتور، انهيار كامل في سعر الفضه. اسأل قلبك يا أحمد، اسأل قلبك واللي يدلك عليه اعمله. قلب المؤمن دليله يا ابني. ايوه. الو الو الو. ايه مين اللي بيتكلم؟ ده واحد مرضيش يرد عليا اول ما سمع صوتي. طب وش عرفك انه واحد؟ ما يمكن تكون واحده. بابا بيكلمك؟ تصور يا باشمهندس، سعر الفضه بقاله 4 أيام ثابت، لا بيطلع ولا بينزل، وده مؤشر كويس جدا. ما ردتش على كلامي. اللي هو ايه؟ بابا بيكلمك؟ كلمني مرتين 3. معنى كده انك تعرف مكانه؟ الحقيقه لا، مرضيش يقول لي ولا حتى يقول لي على نمره التليفون. ليه؟ انا مش عارف. ما قالكش حاجه؟ هو كان بيطمن وقال لي انه هيظهر لما يلاقي الوقت مناسب للظهور. استاذ صبحي، ابو ليلى بتاع المركز الرياضي ده وراه حد؟ حد زي مين يعني؟ انا عارف. تعرفش انت؟ يا باشمهندس، لو في ذهنك حاجه ما تقولها على طول. حاجه زي ايه؟ اصل طريقه كلامك كده يعني مش مريحاني، زي ما تكون يعني واخده شكل استجواب. تعرف ابراهيم زيدان؟